السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنشغل العجان الجديد كده ونعمل مع بعض بقى ايه حاجة بقى ايه مية مية زي ما انتم شايفين كده. كذا حاجة هنعملهم من كيلو دقيق. هنعمل بصوا، هنعمل السينابون، هي عجينة واحدة، وهنعمل كرواسون، وهنعمل خلية النحل. طبعا بصوا، احلى معجنات ممكن تاكليها في حياتك، واطرى معجنات ممكن تاكليها في حياتك، وطعم مش قادره اقول لكم على الجمال والحلاوه. النهارده مع بعض في الفيديو ده هنعمل حاجه حلوه قوي 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 قوي، وهنعملها بطريقه سهله جدا، ومن كيلو دقيق بعجينه واحده هنعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا بصوا، السينابون تحفه بجد 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 بالصوص الابيض. انا قبل كده عملته معاكم على القناه فيديو لوحده، وعملت معاكم خلية النحل برضو فيديو لوحده، وعملت الكرواسون برضو فيديو لوحده. النهارده بقى جمعت التلاتة دول بكيلو دقيق وعملته بعجينه واحده. عملنا التلاتة دول بصوا احلى من بعض، عجينه هشه وطريه وحاجه اسفنجي كده وحاجه حلوه قوي. والصوص الابيض مخلي السينابون بصوا، والسينابون مورق وجميل جدا، والصوص الابيض مخليه زبده كده. عارفين يعني ايه زبده؟ النهارده نعمله مع بعض. بس شجعوني كده بقى باللايك وبالشير بتاعكم، ولو مش مشتركه تشتركي، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار مني بكل فيديو جديد. طبعا، واي حاجه انت عايزاه اكتبيلي في الكومنتات وانا هنفذها لك بطريقه سهله جدا، وبطريقه يعني ايه هتعمليها في ثانيه. بصوا خليه النحل عامله ازاي، اسفنجيه. عارفين يعني ايه اسفنجيه؟ تاخد وتدي معايا كده، وما شاء الله من جوه حاجه 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 حاجه، وتضاعف حجمها بطريقه فظيعه. النهارده هعمل لكم بطريقه سهله جدا. بصوا ادي خلية النحل، بصوا قوامها تحفة، وادي السينابون، وادي الكرواسون. طبعا الكرواسون قبل كده عملته معاكم بكذا حشوة. النهارده هنبتدي مع بعض كده. شجعوني بقى باللايك والشير، يلا بينا نبتدي. طبعا بداية كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معايا كيسين من الخميرة الفورية. هستخدم النهارده كيسين على كيلو دقيق. يعني انا النهارده كيلو دقيق اللي هعمله بالكميه اللي انتوا شفتوها دي في اول الفيديو بكيلو دقيق. طبعا معايا كيسين من الخميره، ومعايا معلقتين ونص من السكر، واحط عليهم حوالي نص كوبايه من الميه كده، عشان عايزه الخميره دي تشتغل بسرعه. وهسيبهم بقى على جنب كده. يبقى كيسين من الخميره على معلقتين ونص سكر، معلقتين ونص كبار، ونص كوبايه ميه، واقلبهم كويس جدا واركنهم بقى على جنب. طبعا نشغل العجان الجامد ده. تعالوا بقى مع بعض كده نشغله كده. والله انا ما شغلته في اي حاجه خالص، اول تشغيله ليه وانا معاكم. نشغله بقى كده مع بعض ونشوف هيطلع الحاجات الجميله دي ازاي. حطيت كيلو من الدقيق. طبعا انا متاكده من مصدر الدقيق ده، انت مش متاكده منه انخليه. وحوالي معلقه كده، نص كيس من البيكنج باودر، يعني معلقه كبيره. وهحط 4 معالق من لبن البودره. بصوا لبن البودره بيودي المعجنات دي في حته تانية. وذره ملح. هكتب لكم المقادير دي برضو في صندوق الوصف. مقادير الكيلو دقيق، يبقى حطيت كيلو من الدقيق و4 معالق من لبن البودره وذره ملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. طبعا قلبتهم كويس جدا اهو. طبعا يا جماعه انا لسه اول مره اشغل العجان، بركبه بس عشان اتاكد من تركيبه. هقلب بقى كده، شغله. يلا بقى نسمي الله كده، بسم الله. هلم. طبعا انا قلبت كل المواد الجافه، بس انا برضو قلت ايه اشغل برضو عليهم العجان كده اقلبهم. تعالوا بقى نشوف هننزل بايه. المواد السايله بقى بتاعته، هننزل بقى بالخميره والسكر والميه. الخميره اشتغلت زي ما انتم شايفين كده، قامت فقاقيع كده.
نزلت بقى وانزل بعلبه من الزبادي، علبه من الصغيره، الزبادي اللي هو الايه اللي من دون لون يعني، زبادي بالحليب اهو. شغل بقى كده. طبعا مفصلتش الكاميرا خالص والفيديو طويل شويه، بس هتطلعوا منه بفايده حلوه قوي، واللي هتستفاد منه واللي هتقوم تعمل زي ما انا عملت سهل جدا، والمقادير بسيطه جدا 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 جدا. بصوا مقاديرها في كل بيت، وكوبايه من اللبن. اللي هتعمل بقى نفس ما انا عملت كده تكتب لي في الكومنتات وتقول لي رايها. وبصي لو انت مبتدئه هيطلع معاكي من اول مره حكايه، بس اعملي بنفس المقادير اللي انا عملتها. عايزه تضعفي بقى في الكميه ضعفي براحتك. ما انا شغلت العجان ونزلت بقى، خدت مني كوبايه ميه، نزلت بميه بس انتوا مش عارفه الكاميرا مش ظهرته او ظهرته بسيط كده، بكوبايه من الميه والعجان ايه شغاله اهو. حلو قوي الغطا اللي على العجان ده، ليه فتحه كده بتنزلي منه، حلو قوي بتنفعك يعني، ان انت بدل ما كل شويه تفتحي في الغطا وكده او في العجان. بس انا طبعا ما رضيتش انزل بالزيت من الفتحه على اساس ان ما يطرطش ويبهدل الدنيا، فحبيت ان انا انزل كده طبعا. وخدت كوبايه من الزيت يكون يا جماعه زيت ملوش ريحه، زيت يكون حلو. شغلت العجين اهو. بصوا ما شاء الله على قوام العجينه، بصوا باينه ملبن، عارفين يعني ايه ملبن؟ عارفين قوام الملبن كده؟ ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. بجد تحفه. والعجان يعني بصوا ريحني جدا، لان العجينه دي لازم تتعجن كويس جدا. عجينه السينابون المعجنات اللي انا عملتها شفتها في اول فيديو دي لازم تتعجن كويس جدا. والعجان ريحني جدا جدا جدا. عقبالكم يا رب كل اللي مش عنده عجان عقباله يا رب ويجيبه. بصوا العجينه ملبن في ايدي، حاسه ان هي هتقع من ايدي كده من جمالها. طبعا في نفس البوله بتاعت العجان الستانلس دي مسحت مسحه زيت اهي، واحط بقى الايه العجينه عشان اسيبها بقى تخمر. طبعا الجو ساقع، انا بولع الفرن كده يعني دقيقتين 3 كده يا دوبك يدفى، وادخل فيه بقى البوله دي. طبعا ما بتكملش ربع ساعه بلاقي ما شاء الله زي ما هتشوفوها دلوقتي عليت خالص، عشان الجو ساقع. او حطيها في بطانيه، حطيها في لفيها الاول وبعد كده حطيها في بطانيه، حطيها في مكان يكون دافي كده لو مش عايزه تشغلي يعني الفرن. طبعا هدخلها بقى الفرن، غطيتها بالاستريتش اهو، دخلتها بقى الفرن. بعد ربع ساعه طلعت عامله ازاي ما شاء الله، اديها بوكسين كده حلوين. بصوا هبطها اهي ما شاء الله. العجينه جميله جدا جدا وما بتلزقش ولا اي حاجه. طبعا بصوا باينه ان هي هتقع من ايدي من نعوميتها. العجينه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك حلوه قوي. طبعا رشيت رشه دقيق على الرخامه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا العجينه اهي قدامي اهي، بعد ما هبطها هقسمها لاربع اجزاء. بس انا صراحه انا كنت هعمل الجزء يعني جزء سينابون وجزء كرواسون وجزء بيتزا وجزء خلية نحل. بس لما انا جيت عملت خلية النحل الصينيه كانت كبيره على الجزء ده، الجزء ده كان صغير على الصينيه، فاستخدمت الجزء بقى بتاع البيتزا. يعني استخدمتها ل3 اجزاء مش 4 زي ما انا مقطعاهم كده. انت بقى عايزه تستخدميها الكيلو ده تعملي منه 4 حاجات وتعملي منه بيتزا كمان، صينيه بيتزا. بس انا يعني الصينيه جت كبيره اللي انا حطيت فيها خليه النحل، فانا استكسلت ان انا اطلع صينيه صغيره تاني وانقل كل ده. فقلت لا انا ايه اعمل في صينيه استخدم جزء البيتزا. فانت العجينه دي تستخدميها في 4 حاجات، بيتزا وكرواسون وخليه نحل وسينابون. طبعا هنا فردت الجزء اللي هو بتاع السينابون ربع يعني من جزء العجينه دي، فردته بالنشابه كده، وبعد كده مسحته مسحه سمنه، وبعد كده حطيت عليه اللي انتوا شايفينه ده سكر وقرفه. حطيت سكر مثلا نص كوبايه سكر وربع كوبايه قرفه، قلبتهم كويس جدا وفرشتهم بقى كده ورشرشتهم كده على ايه على عجينه. هلف بقى العجينه دي رول. بصوا من الحرف كده لفي رول اهو.
هيتلف معاكي سهل جدا لان العجينه مخدومه، وانا عجناها كويس جدا، اتعجنت في العجان كويس جدا. العجان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلو قوي 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 قوي، استخدامه حلو قوي. وانا بشكر الست اللي هي في الجروب اللي جابتهولي، بشكرها. العجان ده يا جماعه من شركه من السعوديه، شركه السيف السعودي. الشركه دي حلوه قوي قوي قوي. ويعني انا النهارده اقدر اقول لكم ان العجان انا جربته ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. كل اللي عايزه تجيبه يوم مطمئنه جدا جدا جدا، هيريحك والله جامد خالص خالص خالص. لان يعني نفعني جامد. طبعا لفيتها رول اهي. بصي بقى بصبعك كده، هوريكم دلوقتي بصبعك قيسي عشان تطلع قطع السنبل كلها قد بعضها. انا خدت بالويم كده، يعني مثلا كل 70 كده واقطع، كل 70 واقطع. يعني الاول كنا بنقطعها بنجيب فتله كده ونقطع ونقيس ونقطع. لكن دلوقتي ايه، ادام هتقطعي بالقطاعه او بالسكينه بعينك كده قد 70 واقطعي، 70 واقطعي، قيسي بالسبعين. طبعا جبت صينيه ممسوحه، كل المعجنات دي امسحي صينيه، يعني الصواني اللي هتحطي او السجال تكوني مسحاه مسحه سمنه. طبعا هرص بقى السينابون هنا اهو. طبعا حتى الصينيه دي جت كبيره كمان. مش عارفه نظري ماله الجماعه النهارده. نقلته بقى، بصوا الصينيه ورا اهي، نقلته في صينيه اصغر. هسيبه بقى يختمر كده، يرتاح كده عشان يتضاعف حجمه. هسيبه ايه 10 دقايق على ما اخلص بقيه الايه المعجنات دي. طبعا جبت الجزء التاني اهو، وهفرده برضو بالنشابه. بصوا ملاحظين العجينه عامله ازاي معايا، تحفه بجد. طبعا ده الجزء اللي انا عامله كرواسون، هقسمه بصوا طول وعرض كده 4/4، وايه واعمله زي نظام مثلثات كده اهو. عايزه ترفعي في المثلثات رفعي، هيديكي كميه اكتر اهو. القطعه دي حلوه قوي قوي قوي، بتنفع صراحه، حلوه بجد يعني اهو. تعالوا بقى نحشي بقى الايه الكرواسون. طبعا عندي شوكولاته بيضه، وما بيحبوها بالشوكولاته البيضه وبالشوكولاته الايه البني. هحشي بدي وبدي. هتحطي حته الشوكولاته كده وهتلفي، سهل جدا في لفه. بصوا مش صعب خالص، لفي برومي برومي للاخر. ادي يا ستي كرواسون. هنعمل مع بعض تاني عشان اللي ما خدتش بالها، انا عملته قبل كده على القناه فيديو لوحده. ما شاء الله ما شاء الله حلو قوي. طبعا كل اللي مش ما تعرفش في المعجنات، مش عيب ان انت ما تكونيش مش عارفه حاجه وتتعلميها. مش عيب ان انت تكوني مثلا بتعملي حاجه وباظت منك، بس المره الجايه هتكون احسن. البني ادم بيفضل يتعلم. طبعا في مثل كده بيقول من لا يتألم لا يتعلم. آه، الألم ده يا جماعة أقوى دافع للتغيير، سواء بقى ألم شخصي بدني، كل حاجة، جميع أنواع الألم. طبعا هنا عملت الكرواسون. تعالوا بقى نعمل بقى خلية النحل. بصوا طلعي كده العجينة كده وتلمي وتكوري برضو في الصينية ممسوحة مسحة سمنة، ورصي جنب بعض. طبعا لسه لما يخمر تاني هتلاقي كل خلية النحل دي كلها لزقت في بعضيها. سيبي مسافة ما بين كل واحدة وواحدة. ارجع لكم بقى للمثل تاني، من لا يتألم لا يتعلم. لو انتي ما تألمتيش في الدنيا دي، سواء بقى ابتلاء، سواء مثلا بتعملي حاجة وباظت منك، استحالة ان انتي هتعرفي تتحفزي. عمر ما البني ادم بيتولد وهو عارف كل حاجة او بيبقى مستدرك لكل حاجة. دايما الدنيا دي طول ما احنا فيها هي دار ابتلاء، ابتلاء في كل حاجة.
فالنهاردة كلمتي: من لا يتألم لا يتعلم، فالألم أقوى دافع للتغيير. طول ما انت اتألمتي، طول ما انت قدرتي تتغيري او هتتغيري، صدقيني. دايما يعني انا مقولة بقولها لنفسي: لو انا ما اتعلمتش من اخطائي عمري ما هعرف اتغير. مع ان في ناس كتير وانا من ضمنهم ما بحسش بال ما بفوقش بسرعة او ما بتعلمش بسرعة. فالحمد لله على النعمة اللي احنا فيها دي. نعمة طول ما انا مصفية ضميري ومصفية نيتي وبتعامل بطيبة، دي نعمة وكرم وفضل من عند ربنا. طبعا الحمد لله على على نعمة كل حاجة ربنا بيديها لنا. الحمد لله على الطيبة. الحمد لله على ان انا، او انا يعني بتكلم عن نفسي انا شخصيا، ان انا طول ما انا في الحياة بتعلم، بفضل اتعلم لغاية انا بتهيألي انا يعني من يوم ما شبيت كده ووعيت للدنيا وانا بتعلم من اخطائي، بتعلم من تجاربي، بتعلم من الحياة اللي انا فيها. والحمد لله على النعمة دي. انا بحمد ربنا على كل حاجة انا بشوفها في حياتي او بتعلم منها. طبعا هنا انا كده عملت خليط النحل بتاعها برضه التفاح. طبعا فيه كل المعجنات التفاح. هنا قلت اعمل الصوص الابيض. حطيت 3 قطع من الجبنة النستون وكوباية من اللبن ونص كوباية سكر، وضربت كل ده. بصوا خطيرة. ومعلقة من الزبدة او السمنة، ضربتهم بالهاند بلندر وهركنهم بقى ورا. طبعا ايه اللي هدهن بيه وش الكرواسون، وش خلية النحل، معلقة من النسكافيه. زي ما انتوا عارفين انا بدهن على طول وش المعجنات كده، وربع كوبايه من اللبن. طبعا انا دخلت السينابون الفرن. بصوا حبيت اوريهولكم. بصوا ده ضاعف حجمه. بصوا ما شاء الله. انتوا كنتوا شايفين قطعه السينابون كانت قد ايه. وبرده الكرواسون خمير اهو زيت تاني، والخلية النحل. بصوا يعني انتوا كنتوا شايفين الحجم. انا ما فصلتش الكاميرا خالص. هدهن وش بقى خلية النحل والكرواسون باللبن والنسكافيه اهو. بعد كده هدخلهم بقى الفرن. هيطلعوا زي ما انتوا شفتوهم بقى في الاول كده، حكايه حكايه حكايه. خطيره 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 خطيره. النهارده اقدر اقول لكل ست بيت بمكون بسيط، بحاجه بسيطه من بيتك، تقدري ان انت تعملي كل حاجه. هتقدري تتحفزي، اتعلمي. لو انت مش عارفه تتعلمي او ما عملتيش حاجه دي، اتعلمي، اتشجعي. لازم يكون عندك طاقه ايجابيه، او انا بوصلك الطاقه الايجابيه عشان تتشجعي وتقومي. بصوا مش عيب ان احنا زي ما انا قلت لك في الاول ان انت تتعلمي. اتعلمي من ام روان ومن غيرها. مش هتحتاجي لحد، مش هتحتاجي ان انت تشتري الحاجه دي. هتستحب ان انت لو عملتي مره في بيتك معجنات، او عملتي بصي اي حاجه انت حباها او نفسك فيها او بتشتريها من بره، عملتيها في بيتك، استحاله تشتريها من بره تاني ونجحت معاكي. استحاله حتى لو ما نجحتش من اول مره، تاني مره هتنجح معاكي. مفيش حاجه بتفشل. بصوا السينابون خطير 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 خطير. طبعا طبعا انا بعد ما احمر من تحت، وبيقعد له بالظبط حوالي ربع ساعه، بعد 10 دقايق كده. بعد ما احمر من تحت رحت طافيه من تحت وفتحت الشوايه، خد لون. بص لونه خطير. هسقيه بقى بالصوص الابيض وهو سخن كده، هيشربه في ثانيه. طبعا السينابون ده من احلى الحلويات اللي ممكن تاكليها. سعره بره غالي. شوفي انت عملتي كام قطعه، ولا عملتي كذا نوع معجنات من كيلو دقيق وشويه ميه وكوبايه لبن. ما خدش مني اي حاجه، ولا خد مني وقت، ولا خد مني مجهود، ولا خد مني تكلفه، ولا خد مني اي حاجه. وعملتي كذا حاجه لولادك. طبعا خطيره جدا جدا جدا. طبعا ادي الكرواسون وادي خلية النحل. بصوا زادوا حتى في الفرن اول ما شموا النار كده، حجمهم عالي. بصوا ادي الكرواسون تحفة
بصوا شوفوا كان قد ايه الواحده كانت صغننه جدا، اقل من عقله الصباع. كنت عامله بطول نص صبعي كده، وواحده بربع صبعي، قد ربع صبعي. شفتوا حجمها بقى قد ايه؟ بصوا شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. الحاجه حلوه قوي. والعجان نجز معايا جامد، انجز معايا جامد، وطلع لي الحاجه بجد غير ما انا كنت متوقعه. انا كنت خايفه عشان اول مره اجرب العجان. كنت خايفه يعني ما يطلعليش العجينه زي ما انا كنت متخيلها. طلع احسن ما انا كنت متخيله. بصي دي بالشوكولاته البيضه، بس الكاميرا مش ظاهراها قوي. بصوا هوريكم قطعه بقى من السينابون، تستاهل ان انا اقول عليها خطيره 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 خطيره. بصوا طبعا هي سخنه لسه، بس انا قلت برضه اطلع واوريكم بقى وهي سخنه كده. طبعا السينابون ما بيتاكلش لو هو سخن. بصوا كفايه التوريقه بتاعته، هوريكم دلوقتي. بصوا بايديا هي سخنه، بس انا اتماسك يعني. بصوا بصوا التوريقه بتاعته بجد خطيره خطيره خطيره. بصوا مورقه وجميله جدا، والقرفه فيها بصوا عامله شغل جامد جامد جامد. قومي بقى تشجعي كده واعملي شويه كده، شويه معجنات من كيلو دقيق. عايزه تقللي في الكميه قللي. عندك مقادير كل حاجة، كل فيديو مخصص مقاديره، يعني من نص كيلو دقيق واللي ب3 كوبايات دقيق وكده. بصوا خلية النحلة عاملة ازاي هشة، وبصوا زي القطن كده، سفنج سفنج بجد. مع كوباية شاي بقى ولا كوباية نسكافيه كده على الفطار الصبح، على العشاء، يا تاكلي صوابعك وراها. طبعا بصوا شايفين عماله اتكلكوا عليه عامله زي السفنج. وادي الكرواسون جميل. بصوا قعره زي وشه، حكايه حكايه حكايه. ومتشجعي بقى واعمليه ليه شويه معجنات كده. بصوا انا بعمل لايك بصوا بقى انا بعمل لايك كده. الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.